السلام عليكم احبابي. اليوم راح نقدم لكم وصفة معكرونة سهلة ولذيذة لعائلتي. نبداو بالمقادير. عندي معكرونة 500 جرام مطهوة بماء وملح بالطريقة الاعتيادية. عندي 3 حبات طماطم مهروسة، هنا 2 فصوص ثوم كرفشة، 5 حبات جبن، عندي هنا كاس إلا ربع حليب، هنا نعمل نصف ملعقة صغيرة هريسة. نبداو إن شاء الله. نحطو ربع ملاعق زيت في المقلة. هنا نزيدو نوضعو سنات الثوم تحت النار، نخليوها حتى تتقلى. خليوها حتى تبدا تصفر شويه الثوم. نوضعو هنا الملح، ملعقه صغيره ملح وحدين مو كفايه، غير نحبوش ملح زيت. من بعد نحطو الطماطم نحط ملعقة هريسة. نحط الجبن وضعنا هنا الجبن ونزيدو هنا الحليب حتى مش كاس إلا ربع. نديرو كل شيء حتى تبدا تخسر لنا. نحطو المعكرونة كي تخسر المرقة تاعنا الصوص تاعنا. نوضعو المعكرونة هكا، نخليوها حتى تزيد تشرب خلاص ونحيوها. وصلنا للمرحلة النهائية تاع المعكرونة تاعنا سهلة ولذيذة. نتمنى تجربوا الوصفة يا رب وتعجبكم. وش رايك في الوصفة؟ بنينة بزاف. تنصحيهم يجربوها؟ انا ننصحهم وصفة ما يفسدوهاش. نتمنى يا رب تجربوا الوصفة. لا يعجبكم. السلام عليكم.